والناس نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. بأمر الرئيس لجنة تقصي حقائق حول فساد مؤسسات الدولة. المتحدث العسكري: أخذنا بثأر الشهيد أيمن الدسوقي. اطمئنوا، فيديوهات تحويل النيل الأزرق قديمة. وبعد حل المجلس الخطيب رئيسا للأهلي. وإليكم تفاصيل النشرة. لا تهاون في محاربة الفساد، فقد أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أكدت فيه أنه في إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية لدراسة ما جاء في هذه التصريحات. هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج الدفعة 152 من ضباط الصف المعلمين بمعهد ضباط الصف بمدينة التل الكبير، فيما قدم الطلاب عروض ومهارات استخدام السلاح التي أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة قتالية فائقة. من جانبه أهدى مدير معهد ضباط الصف المعلمين درع المعهد لرئيس السيسي كهدية تذكارية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم الإعداد والتأهيل لطلاب المعهد. لا تراجع عن الثأر للشهداء، فقد نشر المتحدث العسكري العميد محمد سمير على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك صورا للقوات وهي تنجح في القضاء على أحد العناصر الإرهابية المتورطة في واقعة استشهاد نقيب الشرطة الشهيد أيمن الدسوقي، بالإضافة إلى تصفية أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وذلك في إطار إحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتتبع العناصر الإرهابية. احذروا الشائعات، فقد كشف الدكتور إبراهيم الغندور وزير الخارجية السوداني أن فيديوهات تحويل مجرى النيل لإطلاق المياه من أمام سد النهضة ليست حديثة، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول إفشال المفاوضات بتسريب فيديوهات الاحتفال لوسائل الإعلام لإثارة البلبلة لدى الرأي العام والتأثير على سير المفاوضات. من جانبه قال وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة بالخرطوم إن إثيوبيا ملتزمة بتعزيز التعاون مع مصر والسودان وتتمنى التوصل إلى اتفاق مشترك، وتؤكد عزمها على الوصول إلى حل توافقي، مضيفا أن إعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في السودان مارس الماضي مبني على الثقة والفهم المتبادل، لأننا جميعا مرتبطون بالنيل الذي يمثل مصيرا وقدرا مشتركا لنا. جماهير النادي الأهلي تطالب بأن يكون الخطيب رئيسا للمجلس القادم، فقد تصدر هاشتاج الخطيب رئيسا للأهلي مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الأول على موقع تويتر بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان انتخابات النادي وحل المجلس الحالي. مشاهدينا، إلى هنا انتهت نشرتنا، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.